طبعا كلنا بنحتار في العزومات وبنبقى عايزين نعمل حاجة كده تشرفنا وفي نفس الوقت تبقى اقتصادية وعلى قد الإيد. هنعمل النهاردة عرق تريبيانكو بطريقة اقتصادية جدا وطعمها يجنن. شايفين الجمال؟ بجد سهلة جدا. هنعملها كده بنص كيلو لحمة ومش هتاخد مننا أي وقت. عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة بالشكل ده، عليها طبعا نسبة دهن، وهنزل عليها بالبقسماط الناعم كوباية كبيرة. لو مش متوفر، انا طبعا ما كانش عندي فحطيت فرمت عيش فينو، برضو هينفع ويبقى حلو قوي. نزلت عليهم بقى بالبهارات بتاعتي، بابريكا وفلفل اسود وبهارات لحمة وتوم باودر وبصل باودر وجنزبيل، كل ده معلقة صغيرة من كل نوع. بعد كده هنزل عليهم ببيضتين بالشكل ده، وطبعا لو في كبة يعني كل ده هيتفرم في ثواني، فانا عايزاها بقى ناعمه جدا، يعني على قد بقى ما تقدري اعجني. انا حبيت ان انا اعملها لكم كده بايديا عشان اللي ما عندوش كبه يقدر ان هو يعملها بكل سهوله. مش هتاخد وقت، ربع ساعه بالظبط كده عجن. ودخلي بقى كل الحاجات اللي احنا حطيناها دي كلها كده في انسجه اللحمه كويس قوي عشان تديكي نتيجه كده حلوه. فكل ما انت تعجني اكتر كل ما هتطلع معاكي النتيجه تجنن. شايفين؟ يعني تحسوا كده ان اللحمة كل مرة كده بتنعم اكتر من الاول، فمش شرط خالص ان احنا نستخدم الكبة. بعد بقى ما اوصل للقوام اللي انا عايزاها ناعمة كده بالشكل ده، شايفين؟ بقت حلوة جدا. تاني خطوة معايا هبتدي ان انا اجهز معايا الاسترتش اللي بنستخدمه كده في اللانشون والحاجات اللي احنا بنلف بيها. ده حلو طبعا وصحي جدا وبنستعمله كده في النار، فما تقلقوش خالص. هفرد كده الرول بتاعي على الرخامة بالشكل ده، وهنزل عليهم بشوية زيت، بيسهل معايا كمان ان اللحمة تطلع معايا بسهولة. فهفردها كده بالشكل ده. حبيت اقربها لكم كويس علشان تقدروا ان انتوا تشوفوها هتطلع معايا ازاي. هفردها بقى كويس قوي كده، نحاول نعمل كده يعني مستطيل عشان لما اجي افردها رول تطلع معايا بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. حاولي بقى ان انتي ما تسيبيش اي فراغ بين قطع اللحمة بالشكل ده. يعني مش شرط ان هو يبقى مستطيل مظبوط، يعني عشوائي خالص بالطريقة دي. يعني السمك بتاعنا هيبقى 1 سنتي مش اكتر من كده. الخطوة دي طبعا اختياري، لو حابين ان انتوا تحطوا جبنة موتزاريلا بالشكل ده حطوا. وفي كمان اللي هي الصوابع، يعني هي غالية شوية بس هتبقى برضو جميلة. عايزين برضو تحشوها بيض، في ناس كتير اوي بتحب تحط لها بيض مسلوق فبرضو بتبقى حلوة. فانا حبيت ان انا احط جبنة موتزاريلا في النص بالشكل ده، وهبتدي ان انا الف الرول بالطريقة دي. الاسترتش طبعا بيسهل معاك ان هو يطلع زي يعني قالب اللانشون كده. هنفضل بقى ان احنا يعني نضربها كده على الرخامة عشان كل اللحمة تتجمع مع بعضها وتديني الرول كده شكله مظبوط. هحتاج كمان استرتش عليها كمان، وهلفها لفة مرة تانية بالشكل ده عشان اضمن بس ان اللحمة كده ما تطلعش من الاسترتش بتاعي الاولاني. بعد كده هجيب ورق فويل وهغلفها كويس قوي. شايفين انا بس بظبط الشكل بتاعي عشان يطلع مهندم ومظبوط كده. خلاص انا اتأكدت ان القالب بتاع التريبيانكو هيطلع حلو جدا. هجيب بقى اللي هنا الورق الفويل وهبتدي ان انا الفها، لفيها بقى كويس قوي. وطبعا احنا متعودين واحنا بنشتغل لازم نشغل الفرن بتاعنا
على 180 يسخن معايا، عشان لما ادخل الحاجة تبتدي ان هي تستوي على طول. هجيب بقى صينية، اي نوع صينية عندك، وهجيب مية، برضو المية مغلية، مية من الحنفية عادي بالشكل ده. هدخلها الفرن ساعة الا ربع بالظبط، وهتطلع معايا تحفة. يلا بينا بقى نعمل شوية رز كده بسمتي زي المطاعم كده ما بيعملوه. هعملها لكم كده بطريقة سهلة وبسيطة جدا. معلقة زبدة ومعلقتين كبار كده من الزيت بالشكل ده، وبعد كده هنزل عليهم بشوية عيدان قرفة وورق لورا وحبهان وقرنفل ولومي بالشكل ده. هبتدي اشوح بقى الحاجات الحلوة ديت لحد ما ريحتها كده تطلع معايا. بعد كده هنزل عليهم ببصلة كبيرة مفرومة ناعم بالشكل ده. طريقته سهلة جدا وهيطلع معاكي بطعم يجنن. عندي بقى ملح وفلفل اسود، طبعا الملح زي ما قلت لكم حسب الرغبة، بس يعني ظبطي ملح الرز كويس قوي، هي معلقة كبيرة على الكيلو. وبعد كده هنزل عليهم بجزرة، يعني جزرة كبيرة كده مفرومة او جزرتين وسط، افرميهم ناعم او ابشريهم بالمبشرة بالشكل ده. بعد كده معايا معلقة كبيرة من الكاري ومعلقة كبيرة من الكركم. حابين طعم الكركم حطوه، مش حابين خلاص كفاية الكاري. معلقة كبيرة من الصلصة بالشكل ده. بعد بقى ما يعني كل المكونات كده تختلط ببعضها كويس قوي، هنزل بكيلو من الرز البسمتي ونقلب بقى كويس قوي. شايفين طبعا اللون خطير. كيلو البسمتي هياخد معايا يعني لتر مية مغلية، هنزل عليهم بلتر المية المغلية بالشكل ده. هسيب كده الرز بتاعي على نار عالية 5 دقايق بالظبط، وبعد ما يتشرب بقى معايا هيطلع معايا بالشكل الجميل ده. ضفت عليه ربع كوباية كده من الزعفران عشان بقى يديني الالوان الحلوة اللي بنشوفها كده في المطاعم. كده الرز معايا يعتبر خلاص خلص. نبتدي بقى نعمل سلطة الدقوس، يعني المشهورة قوي في المطاعم جنب الرز البسمتي. هنا هحط طماطم، حبتين طماطم ونعناع اخضر وتوم وشوية فلفل اخضر كده مقطعهم بالشكل ده. عليهم عصير ليمونة وفنجان صغير من زيت الزيتون. عايزين تضيفوا كمان معلقة صلصة ضيفوها، بس انا بحب طعم الطماطم كده فريش. وهبتدي ان انا افرمها كويس قوي لحد ما تبقى معايا قوامها ناعم جدا بالشكل الجميل ده. شايفين طبعا لسه بقى ما حطيناش الملح بتاعنا. هبتدي اضيف معلقه صغيره من الكمون ومعلقه صغيره من الكزبره، والملح طبعا حسب ما انتوا بتحبوا. هقلبه كويس قوي كده بالشكل الجميل ده. وبعد كده هجيب طبق التقديم بتاعي. كده عملنا احلى صوص يعني او سلطه دقوس خطيره وحلوة قوي كمان مع الرز البسمتي، بيبقى طعمها يجنن. شوية زيت زيتون ونعناع اخضر كده وهيديني الشكل الجميل ده. نبتدي بقى نقدم بقى الاكل بتاعنا. خلصنا الرز وهبتدي بقى ان انا احطه كده في طبق التقديم بتاعي. الرز مفلفل جدا ولونه بقى الخطير ده، شايفين يعني طالع حلو قوي وطعمه بقى في حتة تانية بصراحة. يعني ما تقولوش كمان رز المطاعم، بجد طلع تحفة وطعمه حلو قوي. قدميه بقى كده بالشكل الجميل ده. يعني هو كمان مش محتاج ان انا اتكلم عنه كتير لانه هو واضح قوي جماله وشكله كده رهيب. فاعملوه على الطريقة دي بجد هتعجبكم قوي. شايفين الجمال؟ حقيقي هتاكلوا رز من الاخر. نجيب بقى عرق تريبيانكو كده الخطير اللي احنا عملناه ده. عرق تريبيانكو ولا لأ؟ يعني بجد تحفة وطلع مظبوط جدا. وطبعا بقى لو هو سخن يعني هتبقى الجبنة كده سايحة جواه.
فلو حابين كمان تدخلوه بعد كده الميكروويف ساعة التقديم هتلاقوا بقى الجبنة كده بتسيح من جوه. هنقطعه شرايح كده، عايزين ترفعوا الشرايح اكتر من كده كمان رفعوها. انا قطعتها بالسمك ده، طلعت معايا بالجمال ده كله، بجد خطيرة، وصفة حلوة جدا، ياريت تجربوها على الطريقة الحلوة دي. طعمها كمان في حتة تانية، واكل مطاعم بقى يعني جبناه كده لحد البيت، فسهل قوي، وياريت تعملوه وتجربوه وتقولوا لي رأيكم. يعني شايفين الجمال؟ نقول بسم الله وندوق بقى طعمها الخطير، لان ريحتها لا تقاوم، بجد حلوة قوي، هتعجبكم، وطعمها كده في حتة تانية. يلا جربوها، ولو عجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك والاشتراك وشير كتير عشان الكل يستفاد. كان معاكم هند سليم، اشوفكم على خير في وصفة جديدة. باي باي.